أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي في اجتماعه السبت فوز مجموعة جلوبال بارتنرشيب بأول رخصة تشغيل لشبكة الاتصالات المحمولة في إثيوبيا. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية تحرير قطاع الاتصالات في إثيوبيا بمنح تراخيص لشركات الاتصالات العالمية بدخول السوق الإثيوبي، ليفتح المجال أمام كبريات شركات الاتصالات في العالم لمنافسة شركة الاتصالات الإثيوبية إثيو تيلكوم. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر أن إجمالي استثمار الشركة في قطاع الاتصالات سيبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، وهو ما يعتبر أكبر استثمار أجنبي مباشر في إثيوبيا حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستحقق رغبة إثيوبيا في التحول الرقمي الكامل. وتضم مجموعة جلوبال بارتنرشيب كل من شركات فودافون البريطانية وسفاريكوم الكينية وفودافون الجنوب إفريقية وسوميتومو اليابانية والسي دي سي البريطانية. من جهتها هنأت هيئة الاتصالات الإثيوبية الشراكة العالمية على فوزها. أجرى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مناقشة مع مجتمع الأعمال والأكاديميين ورجال الدين من إقليمي تجراي وأمهرة حول سبل ووسائل التعاون لدعم عودة وإعادة تأهيل النازحين في إقليم تجراي. وذكر رئيس الوزراء أبي أحمد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الصف من أجل هدف مشترك يتمثل في إعادة تأهيل النازحين في إقليم تجراي قبل بداية موسم الأمطار. وأضاف رئيس الوزراء: ستتولى لجنة مكونة من 15 شخصا يضم مسؤولين فيدراليين وإقليميين بالإضافة إلى ممثلين من كلا المجموعتين للعمل على تسهيل العملية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمك مكونن إن الجولة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي ستتم في الموعد المحدد له. جاء ذلك في مشاورات عقدته وزارة الخارجية مع البعثات الإثيوبية في الدول المجاورة ومنطقة البحيرات العظمى في نقاش عبر الإنترنت حول الاستخدام العادل لنهر النيل ودور سد النهضة الإثيوبي في التعاون الإقليمي. وقال دمك مكونن إن الجولة الثانية من ملء سد النهضة ستتم وفقا للجدول الزمني المحدد له. وأعرب عن ثقته في أن الاتحاد الإفريقي سيلعب دورا رئيسيا في نجاح المحادثات الثلاثية حول مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر والسودان يحاولان الضغط على إثيوبيا. من جانبه قال نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان دينغ داو دينغ إن سد النهضة الإثيوبي الكبير هو مشروع سلام سيعود بالفائدة على الجميع. وقال إن برلمان بلاده سيصادق قريبا على إطار اتفاق النيل، وعن عمله في أن تتوصل مفاوضات سد النهضة إلى اتفاق يضمن منفعة الجميع. أوضح وزير المياه والري السوداني الأسبق الدكتور عثمان التوم بأن مصر لا ترغب في قيام سد النهضة ليس بسبب التخزين بل لأنه يسمح للسودان بالتوسع في الزراعة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحمن أمين. ما زال الموقف المصري مرتبكا مع تباين كبير في التصريحات حول الملء الثاني لخزان سد النهضة بين الضرر وعدم الضرر، حيث تضاربت وتعارضت تصريحات المسؤولين المصريين بين تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي صرح بعدم تضرر مصر من الملء الثاني، وبين تصريح السفير أحمد حافظ الناطق الرسمي لوزارة الخارجية المصرية والذي صرح بعكس ذلك. فقبل أيام أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن مصر لديها ثقة بأن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية، وتستطيع مصر أن تتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردها المائية. ضرورة أن نطمئن جميعا بأن لدينا رصيد من
الأمان المتوفر في الخزان السد العالي. أيضا أن الأمور لدينا ثقة بأنه الملء الثاني لن يكون مؤثر على المصالح المائية المصرية، ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية. وجاء الرد المرحب من الخارجية الإثيوبية على لسان المتحدث الرسمي للوزارة السفير دينا مفتي بأن إثيوبيا ترحب بتصريحات وزير الخارجية المصري حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني، وأكد أنها وإن تأخرت ستصب في مصلحة البلدان الثلاثة. لكن في المقابل صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية رفض بلاده لأي إجراءات أحادية على حد زعمه قد تتخذها إثيوبيا في مشروع سد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري، مفندا تصريحات وزير الخارجية سامح شكري والتي لم يمضي عليها أكثر من يومين. ومن جانبه وصف وزير الري السوداني الأسبق الدكتور عثمان التوم تصريحات وزير الخارجية المصري حول سد النهضة بأنها رجوع للحق، وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحيفة التيار السودانية أن السنوات الخمس الماضية شهدت فيضانات أعلى من المتوسط، ووصل مجمل الزيادة عن المتوسط في هذه الفترة إلى 74 مليار متر مكعب، أي ما يعادل سعة بحيرة سد النهضة. وكشف التوم عن أن فيضان العام الماضي حقق زيادة عن المتوسط بحوالي 24 مليار متر مكعب ذهبت كلها لبحيرة السد العالي، مما يعني أن مصر يمكن أن تعوض عن فاقد مياه الملء الثاني التي تبلغ 13.5 مليار متر مكعب من فائض مياه فيضان العام السابق. وذهب الوزير السابق إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ذكر أن حتى الملء الثالث الذي سيجري في العام المقبل والذي يبلغ 10.5 مليار متر مكعب لن يؤثر على حصة مصر المائية، وأوضح أن مصر لا ترغب في قيام سد النهضة ليس خوفا من شح قد يقع في الموارد المائية، بل لأنه يسمح للسودان بالتوسع في الزراعة واستخدام كامل حصته في مياه النيل، مما يشكل منافسة سودانية اقتصادية قوية لمصر في المنطقة. واستبعد الدكتور عثمان أن تقوم مصر بضرب السد، مرجحا أن السودان سيقف ضد هذه الخطوة لأن السد يحقق مصالح كبيرة للسودان. تم إطلاع السفراء المقيمين وغيرهم من أعضاء السلك الدبلوماسي يوم أمس في العاصمة أديس أبابا بالجولة الثالثة من مبادرة الإرث الأخضر، ونظمت جلسة الإحاطة من قبل مكتب رئيس الوزراء، وتم عرض ومناقشة الإنجازات التي تم تسجيلها من خلال مشاريع الزراعة السابقة والأنشطة المستقبلية من قبل السلك الدبلوماسي. ويذكر بهذه المناسبة أنه تم زراعة ما يقرب من 10 مليارات شتيلة من الأشجار خلال العامين الماضيين، ومن المقرر أن تقوم الدولة بزراعة 7 مليارات شتيلة، منها مليار شتيلة للبلدان المجاورة. كما حضر المئات من أعضاء السلك الدبلوماسي جلسة الإحاطة بحسب المعلومات الواردة من مكتب رئيس الوزراء. من جانبه قال القائم بالأعمال بالسفارة الكويتية عبد الله الرشيدي الذي حضر الحدث إن مبادرة الإرث الأخضر هي مبادرة مهمة جدا وتعود بالمنفعة ليس فقط لإثيوبيا ولكن للدول المجاورة أيضا. مبادرة جميلة جدا في زراعة المليار شتلة، فهي من المبادرات الجميلة التي قام فيها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، فهي تشجع على التنمية الخضراء في أثيوبيا، ومن ضمنها هو في الاهتمام في المناخ العام لأثيوبيا والبلدان المجاورة. أيضا على ذلك هو تكون من ضمن المشاريع الحفاظ على الاحتباس الحراري إنه ما يكون في الكرة الأرضية. فهذه هي مبادرات جميلة ويشكر عليها جميع القائمين على هذه المبادرة برئاسة الدكتور أبي أحمد، فهي من ضمن المشاريع المهمة المهتمة فيها جميع العالم ومنظمات العالم كله يعني. أطلقت النخب المعروفة والبارزة في إثيوبيا برنامجا وطنيا في المسرح الوطني الإثيوبي، وذلك بفكرة الكرامة من أجل الوحدة الوطنية. ويقال إن البرنامج يظهر أن التدخل الأجنبي في إثيوبيا مرفوض ويؤثر على سيادة البلاد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رحمة محمد.
أطلق في المسرح الوطني برنامجا من قبل المشاهير الإثيوبيين بفكرة الكرامة الوطنية في الوحدة، ويقال أن البرنامج يظهر أن التدخل الأجنبي في أثيوبيا مرفوض ويؤثر على سيادة أثيوبيا، ويهدف هذا البرنامج إلى منع التدخلات الخارجية في الشؤون الإثيوبية والوقوف إلى جانب الحكومة الإثيوبية في الشؤون الوطنية وتعزيز وحدتها. نشكر كل من حضر في هذا المحفل لنعبر عن حقوق بلادنا في قضية سد النهضة. يغضب البعض ويظنون بأننا نستفزهم حينما نقول أن السد سدنا والماء ماؤنا والأموال التي بني بها السد أموالنا، وهذا لا ينفي بأن هذه الأموال وهذه الحقوق وهذه المياه هي حصرية لإثيوبيا دون الأشقاء في مصر والسودان. يظنونها بهذه الطريقة. لا نقول لهم كذلك، نقول السد سدنا والماء ماؤنا والمال مالنا والماء قسمة بيننا. رسالة بسيطة واضحة، وهي ما نعمل على إيصالها بالشكل الأتم الذي نرجو نتائجه الإيجابية. إثيوبيا بحاجة إلى أن تقيم هذا السد وتنشئ السدود الأخرى، وحينما نجد هذه المعارضة على سد النهضة وتزداد حدة هذه الوتيرة في معارضة المشاريع الإثيوبية، نفسرها بمفهوم واحد، أن من يعارض سد النهضة وهو يعلم بفوائده لمصر والسودان ولأثيوبيا من قبل ذلك، فهو يعادي التطور الإثيوبي والتقدم الإثيوبي في شتى المجالات. لن نسمح بذلك. الشعب، حتى أنني جعلت أو كثير من الإخوة جعلوا ميزان الكراهية والحب لبلادنا في هذه الفترة سد النهضة. سد النهضة مشروع قومي وطني توافق عليه الإثيوبيون عن بكرة أبيهم. ويذكر أنه خلال هذا البرنامج إرسال رسالة بفكرة ارفعوا أيديكم عن أثيوبيا. إلى جانب هذا البرنامج تم إطلاق مجموعة برقية تسمى Harmony for National Glory، وتم دعوة الإثيوبيين للانضمام إلى المجموعة والمساعدة في عملية جمع التوقيعات، وكما أنه يطلب من الإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج وأصدقاء أثيوبيا على وجه الخصوص بذل قصارى جهدهم لضمان حصول أعضاء مجلس الشيوخ على المعلومات الصحيحة أثيوبيا. ومن يحاول المساس بهذه المنظومة من خلال التوغل في الصفوف الإثيوبية ومحاولة تدميرها فهو خاسر تماما، لأن الإثيوبيين أثبتوا جميعا بأنهم على قلب رجل واحد في مصالح إثيوبيا العليا. سيتكاتف الإثيوبيون، سنعبر بمشروعنا مشروع سد النهضة إلى بر الأمان إن شاء الله، ونحن على مصالح إثيوبيا العليا كيد واحدة لا يمكن أن تتفرق. ونتمنى أن تتوقف هذه الضغوط وهذه الحملات الشرسة، ونتمنى أن نواصل هذه المسيرة بالتفاهم بالمحبة بالسلام، لنؤسس لعلاقة جديدة بين دول الجوار قائمة على تبادل المصالح المشتركة دون التدخل في سيادة أي من الدول، دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. أتمنى الخير والسلام والحب والإخاء لبلادنا ولكل دول الجوار. شكرا لكم والتحية لكم جميعا. عقد السفير الإثيوبي لدى النرويج درباكوما لقاء افتراضيا مع السيدة إليزابيث شوارب هانسن رئيسة قسم القرن الإفريقي وغرب إفريقيا في وزارة الخارجية النرويجية. وأطلع السفير درباكوما رئيسة القسم على التطورات الأخيرة في كل من إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي. وشدد السفير بشكل خاص على جهود الإغاثة الإنسانية المعززة التي تبذلها الحكومة في إقليم تيغراي. وشدد السفير على التزام إثيوبيا بالحل السلمي للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، وكذلك المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي الكبير. من جانبها قررت السيدة إليزابيث شوارب هانسن بالتقدم المحرز حتى الآن في توفير جهود الإغاثة الإنسانية في إقليم تيغراي، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الوصول للجهات الفاعلة الإنسانية في الإقليم.
واتفق كل من السفير دريبا والسيدة شواب هانسن على الاستمرار في عقد ارتباطات منتظمة في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. أقامت السفارة الإثيوبية في الصين بالتعاون مع شركة بكين جنجيكا للثقافة والاتصالات المحدودة برنامجا للترويج للقهوة الإثيوبية في السفارة الإثيوبية. وخلال البرنامج أشار نائب رئيس البعثة الإثيوبية سعادة السفير ناناو خضر إلى أن إثيوبيا والصين تربطهما علاقة طويلة الأمد ومتعددة الأوجه نتج عنها شراكة قوية وناجحة للغاية. وقال إنه على مر السنين اكتسب البن الإثيوبي حصة أكبر في سوقي التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن العديد من مستهلكي الشاي وخاصة الشباب الأحدث سنا يتحولون إلى مستهلكي القهوة، وأنهم يختارون تناول القهوة الإثيوبية نظرا لجودتها الفريدة ومذاقها الطيب. كما أشار إلى أن إثيوبيا هي مهد البشرية ومكان وجود القهوة إلى جانب العديد من الثروة الثقافية والطبيعية والتاريخية التي لها قيم سياحية رائعة. وشجع جميع المشاركين على زيارة إثيوبيا بعد وباء جائحة كورونا، ودعا أخيرا جميع المشاركين إلى المساهمة بشكل كبير في الترويج للقهوة الإثيوبية في جميع أنحاء الصين، متعهدا بأن البعثات الدبلوماسية الإثيوبية في الصين مستعدة دائما لتقديم الدعم بهذا الصدد. وعلى الرغم من أن السوق الصيني له إمكانيات هائلة، إلا أن البن الإثيوبي الذي تم تصديره إلى الصين كان حوالي 4000 طن فقط في عام 2019. إليكم تذكيرا لأبرز العناوين. مجلس رئيس الوزراء يعلن عن الشركة الفائزة بالمناقصة التي جرت لاختيار شركة تشغيل الاتصالات في إثيوبيا. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يقول إن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في الوقت المحدد لها. بهذا تنتهي هذه النشرة. السلام عليكم.